لإجرائه عملية أولى من نوعها في العراق، زار وفد من مكتب المرجع اليعقوبي في ذي قار مستشفى القلب، حيث التقى بالكادر الذي أجرى عملية زرع قلب لأحد المرضى والتي تكللت بالنجاح. حضرنا هذا اليوم إلى مركز القلب مستشفى القلب في الناصرية بعد إجراء أول عملية زرع قلب صناعي، وهذه الجهود في نظرنا يجب أن تشكر ويشكر كل كوادر المستشفى العاملين بهذا القطاع. طبعا صار الكلام مع مدير المستشفى والأطباء الموجودين، بيّنوا ذلك وبيّنوا كلفة هذه العملية وأرادوا استمرارها يعني من خلال تركيز واهتمام الحكومة المركزية وكذلك الحكومة المحلية، وكذلك احتاجوا بعض الإجازات الشرعية لزراعة القلب الطبيعي، وقلنا أن هذه الأمور تحتاج إلى يعني مناقشة واستشارة من الفقيه نفسه، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى إجازات شرعية من الفقيه نفسه. الدكتور عقيل الخفاجي مدير مستشفى القلب في ذي قار أثنى على هذه الزيارة، معتبرا ذلك دعما كبيرا تعود سماحة المرجع اليعقوبي تقديمه للكوادر المميزة، وهو ما يحفزهم على التواصل والعطاء. حقيقة يسعدنا في مستشفى الناصرية للقلب حضور المشايخ والسادة والوجهاء تشجيعا لعملنا، تثمينا للأداء اللي يؤديه المنتسبين، وخاصة عندما تكون هناك إنجازات ترتقي بسمعة البلد. هذه حافز كبير، وخاصة بعد زيارة وفد من مكتب المرجع الشيخ اليعقوبي دام ظله إلى مستشفى الناصرية للقلب على أعقاب عملية نوعية وهي زراعة قلب صناعي لمريض يعاني من عجز القلب الاحتقاني الغير مستجيب للعلاج، وهذه لأول مرة في العراق. حقيقة احنا من خلال هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى مكتب الشيخ دام ظله، وكذلك نسأل سؤال أنه احنا في هذه المرحلة تحديدا بحاجة إلى ثقافة مجتمعية، وهذه تتأتى من خلال الوعي الديني للمجتمع. وفد المرجعية زار المريض متفقدا أحواله، خاصة بعد إجراء هذه العملية والتي تعد إنجازا عراقيا غير مسبوق. أول ما أشكركم أنتم القنوات، ما قصرتوا وياي، وأنا الحمد لله وشكر صحتي جيدة جدا، وأجريت العملية هنا مستشفى القلب مال الناصرية زرع قلب الصناعي، وصحتي الحمد لله والشكر خير من الله، وما قصرت كل الكوادر الطبية والقنوات حتى هسه جتني المرجعية الشيخ اليعقوبي أدام ظله الشريف، وشافوني وطمنوا على صحتي، والحمد لله والشكر خير من الله، خير من الله، وأنا أشكركم جزيلا، أنتم ما قصرتوا ويا الإعلام. لقناة النعيم الفضائية، أياد السهلاني، الناصرية.